من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. هذه العبارة كانت المسوغ الرئيسي لسكوت قادة العالم الغربيين عن المجازر الإسرائيلية بحق آلاف الفلسطينيين من الأطفال والنساء لأكثر من شهر ونصف الشهر. وعندما يتعلق الأمر بحق الفلسطيني بالدفاع عن نفسه يصمت الجميع. العبارة المتداولة على لسان الساسة تجاوزت في جوهرها فكرة الدفاع عن النفس إلى الإبادة الجماعية بعد قتل قرابة 15,000 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء. لكن المفاجأة كانت في ترديد جملة لإسرائيل الحق في ارتكاب الإبادة الجماعية على لسان رئيس الوزراء السويدي. نعم، فزلة اللسان التي وقع فيها أولف كريستيرسون رئيس وزراء السويد عندما قال إن السويد والاتحاد الأوروبي متفقان على أن لإسرائيل الحق في ارتكاب الإبادة الجماعية، كشف الوجه الحقيقي لموقف قادة هذه الدول بحسب ما يعتقد كثيرون. كريستيرسون حاول تدارك الموقف المحرج الذي وقع فيه خلال كلمته أمام الجمهور في غوتنبرغ، وقال مصححا: أوبس، الدفاع عن النفس وسط حالة صخب واستهجان من الحضور المناصرين لفلسطين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولطخوا أيديهم في الدم، وتصاعدت صيحاتهم بالقول: الحرية لفلسطين. Sverige och EU står enat i att Israel har rätt till försvar inom Har Israel rätt att begå folkmord? Vi hörde det! يقول: لقد سمعناك. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع زلة لسان كريستيرسون. محمد الخالدي على سبيل المثال قال: يا لها من زلة لسان، يصعب أن تكون فعلا زلة من سياسي من هذا المستوى حسب قوله واعتقاده. أما أي جالبي فتعتقد أن زلات اللسان حسب فرويد هي عبارة عن إخراج لمكبوتات اللاوعي، وهي ليست عبثية، بل هذا هو موقفهم من القضية حسب قولها.